السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الأول على قناة ويسبورت. وقبل أن نبدأ أريد أن أعطيكم تقديما بسيطا عن القناة. قناتنا ستكون قناة ترفيهية متعلقة بكرة القدم بالمقام الأول، سنناقش فيها أبرز المواضيع العالمية بالإضافة إلى فقرات متنوعة كأخبار الانتقالات وقصص اللاعبين إلى آخره. ولكي لا نطيل عليكم أكثر المقدمة، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات قبل أن يبدأ الفيديو. وهيا بنا لنبدأ. فيديو اليوم هو الفيديو الأول في سلسلة من هو، السلسلة التي سنتحدث فيها عن أبرز اللاعبين الحاليين الذين ظهروا مؤخرا بشكل لافت، مثل لاعبنا اليوم خفيتشا كفاراتسخيليا الجورجي، لاعب وموهبة نابولي الإيطالي. وبما أن اسمه صعب سنكتفي بمنادته بخفيتشا فقط. المهم، خفيتشا هو لاعب جورجي، ولد بمدينة تبليسي الجورجية سنة 2001 من والد كان لاعبا لكرة القدم في السابق اسمه بادري كفاراتسخيليا، ولأخوين يلعبان حاليا لكن بأقسام الهواة. وانضم لأكاديمية FC دينامو تبليسي سنة 2012 وهو بعمر 11 سنة، وصعد للفريق الأول سنة 2017 وهو بعمر 15 سنة. لكن خفيتشا لم يشارك كثيرا مع الفريق الأول، وذلك نظرا لأن الفريق يعتبر من بين الأفضل في البلاد ويحتوي على نجوم كثيرة، بحيث استدعي فقط في 8 مباريات من أصل 26 مباراة، ولم يشارك سوى في 4 مباريات دخل فيهم كبديل بآخر الدقائق، بمجموع 34 دقيقة فقط شارك فيهم بهدف وأسيست، واحتل مع فريقه المرتبة الخامسة في الدوري الجورجي. أما على الصعيد الدولي فشارك خفيتشا مع منتخب جورجيا لأقل من 17 سنة في مباراة واحدة أمام منتخب لاتفيا والاستمتاع بالتعادل الإيجابي، وكان خفيتشا صاحب الهدف الوحيد لمنتخب جورجيا. وبسبب قلة مشاركاته انتقل بعدها في الموسم الموالي لفريق روستافي الجورجي ب$180,000، ونظرا لأن فريق روستافي يعتبر أصغر من فريق FC دينامو تبليسي، فلقد حصل خفيتشا بالطبع على فرص أكثر، حيث لعب 18 مباراة بالدوري من أصل 36، فبدأ كأساسي في 16 منها، سجل فيهم 3 أهداف وساهم ب3 آخرين، بالإضافة إلى مباراة بالكأس لم يساهم فيها بأي هدف، وأقصي فريقه في تلك المباراة، واحتل فريقه المرتبة السابعة بالدوري الجورجي. أما على الصعيد الدولي فشارك خفيتشا ب15 هدف و12 أسيست مع منتخب أقل من 17 سنة في 20 مباراة، مما جعل مدرب منتخب أقل من 19 سنة يستدعيه للمنتخب. واختارته دي جارديان في تلك السنة 2018 ضمن أفضل 60 موهبة بالعالم. أداء خفيتشا الرائع في هذه السنة دفع فريقه روستافي لإعارته لكي ينضج في دوري أكثر تنافسية، وبالطبع أعارته لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي بالدوري الروسي لمدة سنة واحدة لم تكن مثالية، حيث شارك في 10 مباريات فقط، لم يبدأ كأساسي إلا في واحدة بمجموع دقائق لم يتعدى 267 دقيقة، فلقد سجل فيهم هدفا وحيدا، الوضع الذي لم يختلف تماما مع المنتخب حيث شارك في 6 مباريات فقط سجل فيهم هدفين، لكن مع ذلك فاز بأول بطولة له في مسيرته مع فريق لوكوموتيف موسكو، وكانت كأس روسيا. وفي نفس الوقت احتل مع فريقه المرتبة الثانية بالدوري الروسي خلف زينيت الروسي. وفي نفس الوقت كان فريق روبين كازان الروسي الآخر يراقب الوضع من بعيد، فبعد أن عاد خفيتشا كفاراتسخيليا لفريق روستافي، وبعد أن كان يراقب موهبته الرائعة مع فريق لوكوموتيف موسكو، قرر أن يشتري عقده مقابل 600,000 يورو، ولعبها مع فريق روبين كازان لمدة 2 كانت مثاليتين، وكانت نقطة تحول كبيرة في مسيرته، حيث شارك في كل المباريات الممكنة ما عدا مباريات قليلة إما بداعي الإصابة أو بسبب التوقيف. بمجموع دقائق وصل ل3000 دقيقة، سجل فيهم 7 أهداف وصنع 13 هدف. وقد يبدو لكم أن أرقامه تعتبر ضعيفة، لكن معظم مساهماته إن لم تكن كلها كانت حاسمة إما بالتعادل أو الفوز لفريقه، مما جعله يحقق المركز الرابع كأفضل مركز له آخر 10 سنوات. أما على الصعيد الدولي فاستدعي خفيتشا للمنتخب تحت 21 سنة، بحيث شارك معهم في مباراتين وسجل هدفا وحيدا ضد منتخب فرنسا، وبسبب أدائه الرائع حصد جائزة أفضل لاعب جورجي لسنة 2020
الشيء الذي جعل عدة أندية كبيرة مثل ميلان، البايرن، اليوفي وأندية أخرى متوسطة كويست هام تهتم باللاعب، خاصة بعد أدائه الرائع أمام منتخب إسبانيا في تصفيات كأس عالم 2022 بقطر. لكن بعد الغزو الروسي على أوكرانيا وتوقف المسابقات بالبلدين، قرر خفيتشا كفاراتسخيليا العودة لبلده جورجيا FC دينامو باتومي، والذي كان ركيزة أساسية معه، بحيث شارك في 56 مباراة سجل فيهم 14 هدف وصنع 15، واحتل مع فريقه المركز الثاني. أما على المستوى الدولي فسجل خفيتشا للمنتخب الأول وشارك كأساسي في كل المباريات، ولحد الآن سجل 10 أهداف في 19 مباراة. ونظرا لكل هذا التألق الكبير سواء مع FC دينامو باتومي أو مع المنتخب الجورجي، قرر نابولي أن يشتري اللاعب مقابل 10 ملايين يورو زائد 2 مليون يورو كمتغيرات، ويعتبر حاليا من أهم المواهب بالعالم، حيث سجل 7 أهداف وصنع مثلهما في 13 مباراة مع نابولي بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ويعتبر كذلك أول لاعب في تاريخ نابولي يسجل 3 أهداف في افتتاحيتي الدوري الإيطالي، وحصل كذلك على جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر أغسطس. من أهم مميزات خفيتشا كفاراتسخيليا والتي تجعل عدة أندية تسعى للحصول على خدماته في السنوات القادمة أنه يعتبر لاعب سريع ومهاري ومسدد جيد لضربات الجزاء والضربات الحرة، لكن حاليا هو لاعب لنابولي، ومن المرجح أن يبقى في النادي لمدة 2 على الأقل. إذا هنا ينتهي فيديو اليوم، أتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم.